السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. طبعا يا جماعه بنحاول زي ما وعدناكم ان احنا نعمل فيديوهات على القناه من تاني بشكل مكثف، والنهارده ان شاء الله هنتكلم على موضوع مهم، وهو موضوع الانتخابات الرئاسيه ان شاء الله السنه دي سنه 2024 في شهر نوفمبر الجاي. وطبعا التقديرات كلها بتشير على تراجع شعبيه بايدن، وانه بشكل كبير هيخسر الانتخابات الجايه حتى لو دخل قدامه اي حد دونالد ترامب او غير دونالد ترامب، لاسباب كتير. منهم السبب الاول من وجهه نظري الشخصيه، وهو ارتفاع السلع والخدمات بشكل رهيب في فتره ولايته. مجرد ما جو بايدن مسك وحصل ارتفاع رهيب وحصل حاله تضخم رهيبه في امريكا محدش شافها قبل كده، وكل حاجه تقريبا زادت. اسعار السلع، اسعار الخدمات، اسعار مواد البناء، اسعار الجاز. وطبعا هنا الجاز مشكله كبيره، لانه هنا المسافات بتكون طويله ما بين مثلا الشغل والبيت، ومثلا او البيت ومثلا محلات التسوق او كده، فبتبقى المسافات كبيره، بتوصل احيانا مثلا ل 25 و30 و40 مايل ساعات عشان تروح تجيب طلباتك او كده. فطبعا الجاز لما يكون سعره عالي، او الجاز لما الجالون يزيد، الجالون اللي هو 4 لتر لما يزيد 4 لتر اللي حاجه بسيطه، لما يزيد مثلا 10 سنت او 15 سنت، الناس هنا بتتضايق، والناس هنا ما عندهاش صبر. يعني لو حصل ارتفاع في حاجه معينه او كده، الناس هنا ما بتصبرش وما بتسكتش وبتتكلم، ومش زي بلادنا الناس بتقطع في بعضها لما الاسعار تزيد. لا، هنا الناس بتقوم ايه، مختاره غير الرئيس على طول. غيرنا احنا عندنا شعوب يعني بتكون صابره وبيقطعوا في بعضهم هم وبيسيبوا ايه الحمار الكبير. انما هنا لا، هيروح الانتخابات وهيغيروا بسبب ايه؟ بسبب ارتفاع الاسعار اللي ما حصلش قبل كده. يعني الجاز هنا في اوهايو وصل 5.19 قبل كده السنه اللي قبل اللي فاتت، وده طبعا رقم كبير جدا ما حصلش في تاريخ ولايه اوهايو. وكان وصل في ولايه زي ولايه نيويورك، زي ولايه كاليفورنيا، كان وصل 7 و7 ونص، ونيويورك كمان ممكن وصل 6 ونص او 7 لحاجه بسيطه. وده طبعا مستويات كبيره جدا ما وصلهاش سعر الجاز قبل كده. ولما سعر الجاز بيزيد كل حاجه قدامه بتزيد، اسعار السلع والمنتجات والخدمات وكده. برضو اسعار مواد البناء والمواد الخام والماتيريالز والحاجات اللي زي كده بتاعه البيوت اسعارها ارتفعت بشكل رهيب. تروح هنا الهوم ديبو، الهوم ديبو ده اللي هو زي ايه، زي يعني زي مثلا محلات مواد البناء في مصر، او محلات الحداد والبيات مثلا. اي حاجه تبص بيتك بتروح الهوم ديبو عشان تشتري الحاجه اللي ايه، اللي باظت من الهوم ديبو ده. فطبعا الاسعار فيه زايده جدا خلال الفتره اللي فاتت بشكل رهيب، وكلها اصلا بتبقى حاجات منتجات اصلا بتبقى ورق ومنتجات استهلاكيه وبتبوظ بسرعه. ويمكن اصلا انا شخصيا بشتري احيانا بعض الحاجات عشان اركبها بتبوظ مني قبل ما اركبها. يعني وانا بركبها وبحاول مثلا مع اي خبطه يمين او شمال ممكن ايه، ممكن تبوظ بسبب انها حاجات كلها جودتها تعبانه. ومش عارف انا هم ليه هنا بيصنعوا الحاجات ايه بجوده سيئه، والصين بتصدر يعني حاجات سيئه هنا في امريكا بالنسبه لمواد البناء يعني. فطبعا الاسعار زايده، وحقا وصدقا ان انت لو في حاجه باظت في بيتك انت محتاج يعني تروح تبيع بيت ابوك في مصر عشان تصلح بيتك هنا في امريكا، من كتر ما هي الاسعار ايه زايده. فده طبعا بيخلي الناس هنا مخنوقه، والناس غالبا هتغيره في نوفمبر الجاي. طبعا السبب الثاني من وجهه نظري الشخصيه اللي هيخليه ما يبقاش في البيت الابيض، وهو موقفه المايع من حرب غزه. حرب غزه طبعا لما حصلت من في شهر 10، طبعا هو كان ايه، ماسك العصايه من النص، لا هو مع اليهود ولا هو مع المقاومه. وطبعا الحرب دي اصلا عملت نتائج عكسيه هنا في امريكا، واصبح ناس كتير او الشباب الامريكي الجيل الجديد بمعنى صح بقى خلاص ايه، ضد اللي بتعمله اسرائيل، وضد اللي بيحصل في غزه وكده. فعلى هذا الاساس انخفضت شعبيته بسبب ايه، موقفه المايع، وان هو ماسك العصايه من النص ومش عايز ياخد موقف محترم. وكان الاول هو راح لنتنياهو الاول وقال اللي عملته المقاومه ده فظيع ومش عارف ايه. دلوقتي رجع ايه، يمسك العصايه من النص ويقول ايه، طب احنا نحل الدولتين، طب احنا نعمل الشعب الفلسطيني من حقه يعيش، ده يعني لازم تحسين اوضاع الشعب الفلسطيني وكلام من ده. فطبعا موقفه المايع هنا من حرب غزه ده برضو كان ليها تأثير كبير عند المسلمين طبعا وغير المسلمين بالنسبة للناخبين ايه الامريكيين. السبب الثالث اللي هيخلي جو بايدن نفس القصة يخسر انتخابات حتى لو دخل، يعني لو دونالد ترامب اللي داخل قدامه او غير دونالد ترامب اللي هيدخل معاه هياخدها منه. السبب الثالث وهو عمره الكبير. جو بايدن عنده 82 سنة حاليا، ولو كسب الانتخابات الجاية هيكون عمره 86، او يعني بعد ما يخلصها هيكون عنده 86 او 87 سنة. وطبعا سنه الكبير ده
عامل ازمه. وطبعا يمكن انتوا شفتوا كتير وهو في لقاءات صحفيه او كلام من ده، مثلا بعد ما بيخلص اللقاء ما بيبقاش عارف يخرج من هنا او من هنا، او بينسى هو فين بالظبط، مش عارف الاكزit منين. فطبعا ده الناس هنا طبعا بترفع الفيديوهات وبتعملوا فيديوهات على التيك توك وكده، واصبح الناس يعني بتقول يعني هي امريكا دوله عظيمه، ايه اللي مخلي واحد يكون سنه كبير وضخم بالشكل ده ويكون مثلا ماسك امريكا. وحتى ليه واحد صاحبي طبعا، يعني معظم الامريكان هنا اصلا ما لهمش قوي في يعني ما عندهمش خبره سياسيه فيما يحدث في الميدل ايست، بس هو ده خريج بوليتيكال ساينس رغم انه شغال في بنك. يعني هو خريج علوم سياسيه لكن شغال في بنك، ومين شغال بشهادته، فبيقول ان احنا بقى حالنا زي حال الميدل ايست. فقلت له ازاي يعني؟ فقام قال لي لانه الكينج في الميدل ايست عندكم بيقعد عمره 80 سنه و90 سنه، فاحنا بقينا زيهم بالظبط. الرئيس عندنا عنده 82 سنه وعايز يدخل الانتخابات الرئاسيه وكده. فطبعا لو دخل قدامه اي حد هياخدها منه، حتى دونالد ترامب 78 سنه او 77 سنه، ولكن ماسك نفسه شويه صحيا يعني. ف لكن يعني حتى امبارح انا كنت شايف واحده بتتكلم بتقول ان هو ممكن يكون منتلي مش فت، يعني ان هو يخوض الانتخابات الرئاسيه ويكون ان هو يقود دوله عظيمه زي دولتنا وبحجم دولتنا وكده. طبعا يعني مثلا لو هتحط في المقارنه بعبد الفتاح السيسي اللي قعد 10 سنين تلاجته ما فيهاش غير ميه بس ومحدش سمع صوته. عبد الفتاح السيسي عنده 69 سنه او 70 سنه، فيعتبر يعني فت اذا اتحط في المقارنه مع جو بايدن. كل دي اسباب بتخلي فرصه ضعيفه جدا، وبنسبه كبيره جدا هيخسر الانتخابات الرئاسيه الجايه. اللي مش مشترك في القناه اشترك فيها، في قناه انا هحطها في صندوق الوصف او في التعليق الاول، اشتركوا فيها عشان اتكلم فيها في الامور السياسيه الفتره الجايه. حطوا اللايك على الفيديو قبل ما تقفل، ونشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.